السلام عليكم. في هذا الفيديو حابين نحكي عن Affordable Winter Perfume أو عطور شتوية في المتناول، بمعنى عطور سهل تحصل عليها من حيث التوافر ومن حيث السعر، وأدائها جيد جدا. طبعا بيختلف من عطر إلى آخر، ودائما جرب قبل الشراء. العطر الأول في هذه المجموعة هو روشاس إيدي تواليت، يقدم نوتة الكابتشينو بطريقة جميلة. سعره في المتناول، معظم هاي العطور سعرها من 30 ل $50، والأداء جيد لمتوسط. بنصح جدا في هذا العطر. العطر الثاني في هاي المجموعة جون فيرفاتوس دارك رابل، وزي ما شايفين جمال العبوة خرافي. الأداء لمعظم عطور جون فيرفاتوس متوسط إلى دون المتوسط، ولكن جمال النوتة وتفردها خاصة في هذا العطر خرافي. يقدم النوتات البوزية مع التوباكو مع الجلد طبعا بطريقة احترافية جدا. عطر كثير جذاب، بنصح فيه. نيش كواليتي جوا علبة ديزاينر. العطر الآخر في هاي المجموعة بديع العود من لطافة، ولكن مشكلة هذا العطر إنه عطر مش للاستخدام اليومي، وهو بديل لعطر من عطور إنيشيو عود فور جريتنس. التطابق هائل بين العطرين، وبرجع بقول عطر هذا بالذات جرب قبل الشراء. يقدم العود بطريقة شرقية، عطر ترتديه مرة في الأسبوع، مش للاستخدام اليومي. العطر الآخر في هاي المجموعة 2126 من كارولينا هيريرا. الأداء لهذا العطر فوق المتوسط، يقدم الفانيلا بطريقة جميلة مع نوتات السويتية، وهو عطر متوفر جدا. والسعر زي ما حكينا الرينج $50، أقل شوي أكثر شوي حسب منطقتك. من مجموعة دانهيل ايكون ابسولو، يقدم التوباكو والعود بطريقة جميلة. قد يبدو العطر شوي ناضج، يعني فوق ال35، ولكن اتس اوكي إذا حبيته كشاب بتحب ترتديه عمرك في العشرينات. العطر جيد، سعر أداء فوق المتوسط ومتوفر جدا. وهي من العطور معظمها عطور أدائها مش نووي، يعني أدائها متوسط إلى دون المتوسط بسبب سعرها. وحبيت ما أحط في المجموعة عطور اصطناعية أو سينثيتك أو عطور بتضايق أو بتسبب وجع راس. العطر الآخر في هاي المجموعة هو مون بلانك امبلم، عطر خشبي تابلي جدا. واحد من العطور اللي قريبة شوي على عطر سبايس بومب اكستريم من فيكتور انرولف. هو العطر مش بديل إله وما بيشبه، ولكن قريب على الخط العطري لإله. ونعرف عطور مون بلانك أسعارها في المتناول، والأداء متوسط لهذا العطر. أخيرا وليس آخرا في هاي المجموعة Yes I am the King Legend. هذا العطر هو عبارة عن كومبينيشن بين داير سافاج إيدي بيرفيوم وبلودو شانيل بارفان.